ملي وليت نطيب الباذنجان بهاد لا فاصون ولادي ولاو ياكلوه وما يخلو والو. السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم راح نشارك معكم وصفه الباذنجان، على بالي الا جربتوها راح تقولوا لي يا ايمان يعطيك الصحه. راكي سلكتينا تلمو نشريو الباذنجان ونحيرو كيفاش نطيبوه. جبت لكم وصفه درت بها حاله في التيك توك وكامل عجبتهم. هيا البنات نروحوا نشوفوا الوصفه، وقبل ما نشوفوا الوصفه نشوفوا الباذنجان تاعنا كيفاش جا. غير جربوه على ضمانتي، راهو يجي بزاف بزاف بنين، يقطر بالبنه، مام ولادك ما راحش يفيقوا بلي هذا باذنجان وياكلوه عادي. البنات نروح نشوفوا الوصفه والمقادير. ما تنسوش قبل ما تشوفوا الوصفه خلوا لي داك الجيم، ربي يسهلكم ليا ان شاء الله. نشكركم كامل على تعليقاتكم المحفزه ودعمكم ليا، بارك الله فيكم. وهذا الباذنجان لا رافقتوه مع مطلوع ولا رخصاص يجي روعه يا البنات. نروح نشوفوا الوصفه والمقادير، نبداو على بركه الله. بسم الله. اول حاجه نحتاجوها لهاد الوصفه نحتاجو لوبرجين. ديروا 4 حبات ولا 3 كيما تحبوا. هاد لاغوسات تحتاج اول حاجه، يعني هي الحاجه المهمه في هاد الوصفه هي الباذنجان. انا هنا استعملت 4 حبات يكونوا بهذا الحجم، راح نقشرهم ونقطعهم الى قطع صغيره. شوفوا لي حبيت تزيد تضيف لهاد الوصفه البطاطا تقدر تضيف. انا درت اللوبرجين مع البولي، هذا ما كان يعني ما درتش مكونات بزاف باش ما نطولش في الوصفه، وتاني ما تديليش الوقت، خفيف ظريف. لانه قلت لكم هاد الوصفه راهي اكسبريس، ما تديلكمش الوقت على وقفه تحضروها. انا كيما لقيت واش نطيب لولادي ويكون عندي الباذنجان ذبال في حاله، نجي ندير لهم هاد الوصفه وبزاف تعجبهم وما يفيقوش كامل باللي درت فيها الباذنجان. بعد ما نقطعوا الباذنجان تاعنا نجيبوا مقله ندير فيها مقدار 4 مغارف كبار تاع الزيت، نحط الباذنجان تاعي ونحط هاد المقله فوق النار حتى يذبال معايا الباذنجان. وساعه ساعه لازم نقلبوا عليه باش ما يتحرقش معنا، ما تغفلوش عليه على خاطر هذيك الزيت راح يتشربها لنا الباذنجان، وخاصه الا كانت المقله تاعكم تلصق يعني راح يتحرق معكم، ما تغفلوش عليه ابدا. كي نحط المقله فوق النار راح ندير شويه تاع ملح، راح نديرو غير الملح، توابل ما نديروهمش دوكا. دوك نقول لكم بعدا واش راح ديروا. هنا نغطي عليه، يعني لازم المقله تغطوا عليها. لو كان ما تغطوش عليها ما راحش يذبال معكم الباذنجان ويبقى لكم يعني ماشي طايب. جبت هنا نصف صدر دجاج، تقدروا ديروا 4 صدر يعني على حسب افراد العائله. تقدروا تزودوا الباذنجان، يعني ديروا كميه كبيره من الباذنجان على خاطر الباذنجان كي يطيب راح يذبال وينقص الحجم تاعو. كي ديروا 4 حبات يخيشتو شحال دار لي، ما يديرش كميه كبيره. دوك تشوفوا مازال ما وريتلكمش كي طاب كيفاش ولا. هنا نجي نقسم الدجاج تاعي كيما راكم تشوفوا الى قطع صغيره، نخليه بجيه ونبقى نقلب على هذاك الباذنجان حتى يذبل كامل. الا شفتوا باللي شرب لكم الزيت زيدوا له مقدار 2 مغارف تاع زيت باش ما يتحرقش معاكم. وشوفوا شحال ولات لا كونتيتي تاع اللوبرجين تاعنا، ولات غير شويه برك. شفتوا شحال ولات. ثم من الافضل اللي عندها عائله كبيره دير 5 حبات، دير حتى 6. المهم دير في حاجه كبيره باش يذبل لها الباذنجان تاعها. وهكا نروح نجيبو نفس المقله، يعني في نفس المقله راح ندير كامل الوصفه. ندير كميه من الزيت، ندير الدجاج تاعي. انا درت نصف صدر دجاج عفوا. نتوما ديروا الكميه اللي حبيتو، تقدروا حتى ديروا 4. درت له شويه تاع ملح. البنات راني مازلت مريضه يعني صوتي وشويه شويه مبحاحه. الا ما عجبكمش صوتي اعتذر. المهم نتوما البنات ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم كامل. رانا حايرين بعد شهر رمضان واش نطيبوا، ما لا بقاو غير نديروا لكم الوصفات السهله والسريعه. شوفوا جبت هذه الكميه تاع طوماطيش، مقدار 5 حبات يكونوا صغار، هذوما الحبات صغار. الا عندكم كبار ديروا مقدار 3 حبات طوماطيش يكونوا كبار. نحيو لهم الزريعه ونجي نسكرفجهم في هذاك الجهه اللي تكون شويه خشينه. نسكرفج كامل الطوماطيش تاعي ونروح نديرها في نفس المقلاة. بعد ما زعما يطيب لي الدجاج راح نعاود نديرو مع هذاك الباذنجان في نفس الطبسي باش ما نخمتش، يعني ما نخمتش بزاف المقالي. ندير مقله واحده نطيب فيها كلش. تنسوش البنات بارطاجوا الفيديو لاحبابكم، على بالي راح يعجبهم يعني هذا الباذنجان. لا جربوه بهذه الطريقه يجي بزاف بنين، حتى الذوق تاعو يتبدل ما يبانش كامل باللي هو. هنا بعد ما نسكرفج البنات هاد الطوماطيش واش راح نجي ندير، نحي هذاك الدجاج اللي كنت طيبته نطيبوه مليح، نحطوه مع لوبرجين. وبعدها نجي ندير سنينات تاع ثوم مقدار 3 سنينات كبار. الا عندكم صغار ديروا 4. المهم سكرفجوهم في سكرفاج اللي يكون يسكرفج رقيق، ما يكونش خشين، على خاطر لو كان يبقى هكاك يعني تبقى الثوم يعني ماشي طيبه، ما تجيش الكو تاعها بنين. هنا درت هذا الثوم
وبعدها درت هذيك الطوماطيش اللي كنت سكرفجتها، نحطهم فوق النار. وما تنساوش ديروا يعني الزيت كاينه في المقله، انا ما درتش. اللي شافت باللي الزيت ما كاش تقدر دير مقدار ملعقه تاع زيت، باش ما نكتروش بزاف الزيوتي وما تجيش الاكله تاعنا ماشي صحيه. هنا البنات راح نسكرفج، قلت لكم الثوم، ندير الطوماطيش، نحطهم فوق النار. وقبل ما نحطهم فوق النار ما تنساوش ديروا توابل. التوابل اللي نحتاجوهم: فلفل عكري، نديروا شويه تاع كركم، شويه زنجبيل، فلفل اسود، توابل خاصه بالدجاج، الكرويه والكمون ضروريين لهاد الوصفه. لازم ضروري ديروا كميه من الكمون وخاصه الكرويه. الباذنجان يبغي الكرويه والكمون. دوك نوري لكم المقدار تاع الكمون باش ما تكتروش بزاف يجيكم الكو قاصح. انا ما نكترش يعني في الطبخ تاعي، ما نديش الكمون بزاف، غير في اللوبيا وكش حاجه هكا شطيط حاش طاطح. ابارصا الكمون ما نديروش كامل في الطياب تاعي، على بالك اللي يمد واحد الكو شويه ما يصلحش في بعض الوصفات وخلاص. هنا البنات قلت لكم ديروا توابل خاصه بالدجاج، الكرويه، الكركم، الزنجبيل. هذو ديجا يعني توابل صحيين كيما الكركم والزنجبيل، يعني لازم في كل طيب ديروه. هادو هما التوابل. راح نحط عفوا الطوماطيش تاعي طيب لي شويه مده 3 دقائق، تبدا تكتك. نضيف لها هذاك الباذنجان والدجاج باش يتشربوا لنا الطوماطيش. وبعدها نسكرفج لها شويه تاع فخوماج، انا درت هنايا فخوماج غوش. نتوما تقدروا ديروا اي فرماج عندكم، على خاطر اي فرماج راح يذوب لكم، ميم هذاك سبيدو راح يجيكم مليح من الاعلى ويعطي لكم يعني هاد لا فاصاد من الاعلى، تجيكم بزاف شابه ويذوب لكم الفخوماج. هذه هي وصفتنا اليوم غالياتي، ان شاء الله تكون عجبتكم. ولا جربتوها ما تنساوش تخلوا لي رايكم في التعليقات، ولا حبيتوا تشاركوني تطبيقاتكم ابعتوا لي في الانستغرام ايمان سكري صالي، ولا في التيك توك ثاني بنفس الاسم ونفس الصوره تاع البروفايل. وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم فيديو نهار اليوم. ما تنسوش تدعوا لي بالشفاء، ربي يحفظكم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، نلقاكم في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.